أعزائي، انت ظهرك مش مرتاح دلوقتي حالا؟ تمام محمود. عايز قشطة، ممكن تظبطها كده. تمام، بس تيجي برضو لما تيجي. أعزائي، أهلا بيكم. أنا كده ببدأ البودكاست أهلا بيكم أو لأ، يعني ممكن أكون بعمل دي كخدعة بحيث إن أنا أحسسك إن أنا ببدأ البودكاست. هي يعني أنت تعتقد إن الحلقة دلوقتي بدأت ولا لسه؟ مش مهتم. امال جاي ليه؟ نتكلم. ايوه صح. فالكيو هنا مش ان احنا بنسجل حاجه مع السيناريو، مش فارقه. يعني هبقى متوتر لو انت حاطط لي سيناريو المفروض هنبدا فاقول جملتك عشان اقول جملتي بس. اوكي. أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستي. هما بيحبوا الجملتين دول، يعني ما أقولهمش يعني. لا قصدي مش لازم تلتزم بيها انها كيو. ما أنا عارف لا أنا ما بلتزمش بحاجة، ما تفتكرش إن، بس هما بيحبوا الجملتين دول. اوكي. أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم. الموضوع كبير، تقدر تقولها بودكاستي وبودكاستكم. لا 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 استنى، انت تقدر تقول بودكاستي وبودكاستكم. بودكاستي وبودكاستكم. ايه ده، انت بتقولها عادي؟ هي مش كانك تقولها بسرعه. اصل في البدايات كنت بتلخبط فيها، بس قلت يعني دي كانت مشكله فيا، والناس عادي بتقول هم يعني بيحبوك يعني. بص يا سيد عمرو، انا اعرفك من ايام اي اس اس. انت ظهرت في حياتي من ايام اي اس اس، تمام؟ انت ظهرت في نفس الفتره تقريبا، كان في كوميونتي كده، كان في كوميونتي غريب ما زال موجود تقريبا. يعني مش كله اكتف او بيعمل نفس اللي كنا بنعمله، بس موجودين طبعا الناس نفسها. لا يعني الموضوع كان خرج من اوكي الشاشه. استنى بس يا مستر عمرو، ما تلخبطنيش. انا اللي بليد لا تعالى بقى، انت فاكر نفسك عمرو سكر؟ ما ينفعش، مش في البودكاست، سوري. يعني لا 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 لا, لا. لحظه واحده. انا دلوقتي اسمك ظهر قدامي ايام اي اس اس. انت كنت بتعمل بانلز طويله وفيها قصه، وانا راجل بتاع ستوري تيلينج. انت لسه قايل لي شكلك مش عارف ايه، فانا عشقتك. فجأة لقيت في واحد بيحكي حدوتة بشكل كرياتيف جدا وكوميك وبتاع، اوبا. اكتشفت انا اي اس اس، قلت لا الموضوع ده كبير. وفاكس بقى اللي انا كنت قاعد بعمله، كنت انا عامل ويب سايت كده، فاكره ولا تعرفه؟ كان ايه؟ بلاش اقول اسمه عشان امي اوكي بعرف. هتعرف اكيد، عارفه اما الويب سايت ده اما عامه كان تفتكروا من فتره. تفتكروا امي عارفه؟ يعني لو انت حكيت لها ما حكيت لهاش، بس يعني بس في يوم من الايام يعني اسمك في الويب سايت او حاجه ممكن حد لا يبقى خلاص لا بس هو كان بومينج ساعتها، انا فاكره. ايوه anyway، فاي اس اس ظهر وشفت البانلز بتاعت حضرتك دي، فقلت فاكس الويب سايت ده انساه خالص. ده من الاسباب اللي خلتني انسى الويب سايت ده. الويب سايت ده كان بيدخل عليه في اليوم بتاع 200,000 300,000. ده اليونيك يوزرز، الامبريشنز بقى مليون ومش عارف ايه. كان موضوع غريب وكنت بجيب منه فلوس غريبة. بس فجأة قلت اوكي، اللي انا بعمله ده خلاص انتهى وفي حاجة جديدة بتتعمل، فانا مش هكمل في الحاجة القديمة دي. كان عندي بقى اوفرز ان انا ابيع البتاع ده او مش عارف ايه، بس لا يعني انا هبيع لكم برودكت خلاص مات. هو كده مات. والناس تيجي تقول لي عمر، هو في 2-3 اللي فاكرين الحوار ده يجوا يقولوا يا ابني ارجع ايه، انتوا مجانين. بس انت حاسس ان اي اس اس هي اللي عملت كده؟ اي اس اس كانت يعني هي الليفل التاني من الكونتنت اونلاين، فاهم؟ في الفتره دي خلاص الكونتنت بتاعي القديم ده انتهى واي اس اس ظهرت. اي اس اس حتى ما اتكلمتش في نفس الموضوع، يعني اعتقد ان انت بتعملها بلوجينج اكتر منها ان هي في فيجوال بقى. بس كده هي دي الفكره، ان كان في تكست بيتكتب، وانا كنت بعمل ايه ساعتها؟ كنت بحاول احول التكست ده لصور وارميها على الفيسبوك بيج بتاعت مش عارف ايه، فاهم؟ يعني انا كنت عايز اودي الدنيا كونسبت الكوميك. كنت عايز اودي الدنيا يعني كونسبت الكوميك نفسه كان موجود من زمان، بس ما كنتش مركز معاه، ما كنتش مش عارف ايه. فيها حته الكلاود سورسنج برضه، مش الناس كلها هتعمل كوميكس، لازم تعملها انت. يس حاجه جدا. anyway، فاس اس ظهرت وظهر قدامي اسم عمرو سكر، فقلت بس خلاص كده انا راحت عليا. ما كناش في الوضع ده. انت انا جاي اخد مكانك. لا انت بص،
انتوا ظهرتوا يا ولاد. انا مش عارف بقى انت مين، معرفش انت ايه في اس اس ولا بس انتوا ظهرتوا يا ولاد. انا قلت بس البلد دي فيها ناس بتفهم. اوكي، انا بقى عايش بقى الدور على نفسي عايش الدور على نفسي وفاكر نفسي ان انا مش عارف ايه، وبعدين اوكي نفس الاحساس اللي جالي لما قابلت ناس بتتكلم نفس الهزار ونفس اللغه، اللي هو اوكي يعني انا مش منعزل او مش في جزيره لوحدي، اللي هو لا في ناس تانية بتفهم فعلا. هو ده نفس الاحساس اللي جالي، فحبيت ان انا اللي هو لا يعني اعمل كوميكس ونهزروا سوا. لان كانت مشكلتي انا طول حياتي مش اي حاجه غير ان هو انا عايز حد يفهم الهزار اللي انا بهزره، بس شايف اللي انا شايفه. فلما بتلاقي ناس كتير شايفه اللي انت شايفه بيبقى شيء مطمئن بشكل او باخر يعني. جالي نفس الاحساس ده يعني. كنت بقول كده معلش قطعتك، بس عشان فعلا نفس المشاعر دي فعلا متداخله. لا يا عمرو بعد اذنك، انت قطعتني عشان انا سمحت لك انك تقاطعني. عشان كده بقول لك اسف وشكرا. طيب نرجع تاني. معلش بص يعني هتلاقيني باسيفيست شويه عشان دي البودكاست بتاعتك. اسم البودكاست بتاعتك هتلاقيني انت بتعتبر البودكاست انثى البودكاست بتاعتك يعني عشان هي حلوه مشهوره حلوه كيوت يعني. تعرف اسم بودكاست جاي منين؟ الموضوع كبير. لا المصطلح بودكاست لا للاسف. بودكاست ده جاي يا سيدي من ايبود وبرودكاستنج. فاهم؟ ستيف جوبز كان جامد فشخ لدرجه ان احنا بنعمل حاجه دلوقتي متسميه على اسم برودكت بتاعه. وهو بدات اصلا في الاي تيونز. هي بدات يس بالظبط، وبدات على الايبود. يعني هو زي راديو شو عادي، بس هو عمل ووكي توكي يس. كده. الموضوع مش كايديشن يعني، مش هو عبقري في بساطته. هو عبقري في البيع. الراجل نفسه شخصيا عبقري في البيع. انا بحترمه جدا. بعلنا الاسم يا ابني، انا بعمل حاجه على اسم برودكت بتاعه. ده تقيل جدا. ده خلى ده اللفظ بتاع الديكشنري. ايوه انت متخيل ادخل anyway. فاسم عمرو سكر ظهر قدامي، واسم بطوط جدا. كنت بتكتبه عمرو شجر حقيقي، لان انا كنت بادئ فيك اكونت اصلا. بجد؟ لا يعني اتعمل لي بان هو لا انت يعني في الاول حتى انا داخل انتوا ناس زي قالوا لي انت مين يا فاهم في الاول كده. اوكي لا استنى بقى طالما هتحكي. وانا كنت السبب في ده بشكل او باخر. لا استنى يعني انا كنت فاهم الهزار بس مش عارف اعمله. يا عم استنى. انا عايزك تبدا لي من البدايه. ماشي. البدايه ان انا اصلا كنت طفل ساعتها، يعني ساعتها في 2000. لا 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 تعالى البدايه قوي. البدايه قوي ان انا طول الوقت ده مش في القصه بتاعتي. لا 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 لا, لا. ارجع اكتر. ما انا بحكي لك من الطفوله، قبل كده ما عنديش فكره. انت اتولدت امتى؟ 95. تعالى بقى قرب كده من المايك. يعني انت 95. انت عارف ان 95 بالنسبه لنا بالنسبه لكم انتوا الفراعنه مثلا بقالك 7000 سنه كمل. الجيل الجديد يا عمرو بيبص لنا نظره مش طبيعيه. يعني انا كنت فاكر ان 95 اي حاجه بعد 91 صغير. لا انت مش صغير دلوقتي. انت الناس هتقول لك يا عمو. انت مدرك الحقيقه دي؟ عشان السن ده الرقم يعني. ما انت يعني انت اتقال لك يا عمو قبل كده؟ يعني اعتقد ان انا بتكلم زي عمو خلاص، ما فاضليش بس غير شويه فيجوالز فاضل العكاز يعني. اتولدت 95 يا مستر عمرو. اتولدت فين؟ المطريه. اوكي انت قاهري اصلا. اوكي تمام. وبعدين قاهري تماما. اتولدت فين في المطريه؟ السايبر بانك هناك حتى كده يعني اسمها المسله. اوكي كانت برضو تحسها ميكس ما بين ابوك وامك من القاهره برضو؟ منين بقى؟ لا مش هقول. هتخبي عنها المعلومه دي؟ لا عادي هي مش مهمه بس هم يعني واصولهم. انا من المنوفيه يعني من المنوفيه. لا ما انت مكبر الموضوع كبير يعني. طب استنى بس. والاصول بقى بتاعتهم يعني هم لا ما يعني هم برضو مولودين في القاهره. يعني انت استنى، انت شخصيا مش من الناس اللي بتقعد تقول انا اصلا لا منهم جدا. انا من المنوفيه. ما انا بقول لا ما المنوفيه دي جوه مصر قشطه عادي. مفيش بقى اصول مش عارف ايه. فكره قبل كده. اوكي. ولا انا برضو عارف الناس اللي بتيجي تقول لك انا اصلي مش عارف ايه. في ناس وايام الحمله الفرنسيه انا عندي نص كمل. لان الحاجات دي هي بتبقى مهمه لغايه جدك يعني، بس لان ابوك بيحكي لك عنه بس جدك مش بيحكي لك عن قبله يعني، ما بتقعدش معاه كتير. انت جدك كان عايش فين؟
ما انا بقول لك هو المنوفيه وبعدين جه القاهره. اوكي. ايه بقى السبب التنقل؟ كنت شغال كموظف حكومي. اوكي، كان افندي؟ مش كده لا. امال ايه؟ موظف حكومي مهندس مهندس كان باشا افندي ولا؟ مش ايام الملكيه. مش ايام الملكيه، مش جدك؟ بس يعني اللي انا بحكيه لك ان هو جه اشتغل موظف في الحكومه والحاجات دي كان في القاهره، كان خلاص بعد الثوره يعني ما كانش اوكي مصر الافنديه يعني. تمام. المهم فانت اتولدت يا سيدي صح ودخلت المدرسه. صح. احكي لي بقى مستر عمرو عن الحب الاول. الحب الاول كان اسلامي جدا، ما كنتش ايه؟ لا استنى، تعالى قرب لي على المايك كده، ده في موضوع. بنين وبنات يعني، كانت مدرسه مختلطه؟ جديدة. لا هي دي الفكره، كان تعليمهم اسلامي شويه قوي يعني. مدارس إسلامية يعني. البنات منفصلين عن الولاد؟ صحيح. اوه، فانت كان عندك احلام وبتاع وخيالات. انا ما كانش عارف ايه اللي بيحصل يعني، مش احلام وخيالات، ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل. كان في ديتاشمنت كده بيني وبين اوكي. البنات عموما. فاول واحده كانت من المدرسه ويعني كان عندك كام سنه؟ شات بس. كان عندك كام سنه؟ ايه ده، ثواني، كنتوا بتتشاتوا؟ انت كان في موبايلات؟ اوه الفتره دي كانت فتره اوكي. يا فاكر ايه بقى؟ حاجات كده يعني. فيسبوك عملته ساعتها يعني عموما بقى لو 2008 2009 حاجات. اوكي. فالبنت دي كان مجرد بس اي بادي وخلاص الموضوع انتهى؟ كنا بناخد دروس مع بعض يعني، مش عايز اتكلم بس ما اتكلمناش فيس تو فيس، ما كانش عندي ثقافه ان ما كانش في ديتس، ما كانش في الحاجات. اوكي. طب كلمني عن التجربه الاولى الحقيقيه بقى مستر عمرو. كانك علاقات شخصيه عشان ما اتكلمش يعني في الموضوع. بقول لك ايه، لا استنى، انا اللي بليد الحوار مش انت. انا اللي بليد انت قاعد بترمي سب تكست كده في كلامك. لا هو دي اللي انت عايز تعرفها فيها تو بارتيز، انا واحد منهم، فاهم قصدي؟ بس انا عارف الوحيده انا عارف مش جاي احكيها لك صحابك. هي الفكره ايه؟ هي الفكره ان انت بتحكي من وجهه نظرك. ما ممكن تبقى غلط، عشان كده ما بحبش اقولها يعني. هي الحلاوه ان ايه؟ ان وجهه نظرك ايوه احتماليه انها تكون غلط 50% في اي حاجه. انا مش كل الناس هتحسبها بذكاء زيك. في ناس هتاخد القصه وتضحك وفي ناس هتسمع، ممكن تسمع لو تحس انه تتضايق. وممكن انا حددتي اصلا زي ما بقول لك ان هي انك انت تصدق من عدم وده غلط. انا عايزك تكلمني مش عن المواقف نفسها لكن عن المشاعر. انا فاسينيتنج جدا المشاعر بالنسبه لي. صحيح. يس، كلمني عن مشاعرك. والله قعدت فتره كبيره عامه الواحد بيعرف يعني ايه مشاعر. في النهايه المشاعر هي اللي بتخليك انسان. في الفتره اللي قبلها دي بتبقى لسه بتكولكت داتا كده، خصوصا بقى المراهقه بالمدرسه بالجامعه يا سيدي. الحاجات دي كلها هي لسه كل ده يعني. هي اسمها مراحل تعليم بس المثير للاهتمام فيها ان هي بتعلمك الحياه مش المعلومه مش العلم يعني قوي، او مش ده اللي بيبقى مهم. اللي بتتعلمه هناك اوكي يس على ليفل شخصي ومجتمعي، ان انت بتعرف الناس وبتشوف ناس وتقابل اصحاب، بتبتدي تفورم اول نوع من الاصحاب غالبا لو انت تبقى طفل. قبل كده مش كل الناس بتقعد تلعب مع اولاد الجيران، فهو كده في المدرسه انت لازم تتعامل مع انت بتعيش مع الناس دي. معلش فهمني شخصيتك وانت طفل. انت كنت بطوط عادي منفتح على العالم ولا انطوائي ولا مكتئب ولا؟ لا ما عنديش اي نوع من الدبث، بس يعني هو الموضوع كان بحاول استكشف نفسي وابقى مثلا مش واثق من نفسي. هل يا سيد عمرو؟ اوه ايوه سلام كورونا. بس هو باين يعني. هل يا مستر عمرو كنت مش باين بصراحه يعني؟ ما بحسش انت شكلك شاب روش يعني. ده الكاركتر بس في الاساس دي راسم لنفسك كاركتر. كلنا بشكل او باخر يعني. انا كنت اقول لك ايه دلوقتي، طيرت الجمله من دماغي. هل عديت بمرحله انك تعتقد ان كل الناس اللي حواليك مش مهمين في الحياة بنفس أهميتك؟ عارف النرجسية الطفولية دي لما تبقى ماشي في الشارع واعتقادك ان دور الشخص اللي بيعدي جنبي ده بينتهي تماما بعد ما يعدي. يعني الراجل ده أهميته في الحياة
مش موجودة، مش بالنسبة لي انا شخصيا، لا في الحياة مش موجودة غير ان هو يعدي من قدامي. انا نرجسيتي اشتغلت بطريقه شبه دي بس مختلفه عنها تماما. لا تعالى بقى قرب من المايك بعد اذنك. ماشي. نرجسيتي اشتغلت انه خد مخد ايه، انه كل ريح الناس ظهرك، حطها ورا ظهرك او اعمل اي حاجة. تمام ماشي. انه الناس اللي حواليا كلها والناس اللي في الشارع مش موضوع ان هم مش مهمين، لا هو انا اللي مهم قوي لدرجه ان كلهم مركزين معايا. هي اشتغلت بطريقه عكسيه يعني. فاللي هو ابتديت ابقى سيلف كونشس، وفي فرق بين سيلف كونشس وسيلف اوير. سيلف كونشس ان انا بقيت مكسوف طول الوقت من حاجات هي طبيعيه، جزء مني اللي هو مش دايما بحب اتكلم بطريقه معينه، مش اكستريم، ساعات بغضب. في النهايه كل الناس بتلاحظ كل ده وانا الوحيد اللي هو لا. هو فكره ان انت توصل انه محدش مهتم غيرك، ده محتاج منك بس ان انت تتقبل نفسك. فكل دي مراحل بقى. بس في الاول لو بتتكلم على الطفوله يعني كان المين نرجسيه اللي جات لي في اللحظه دي ان هو الناس كلها مركزه معايا ومتوقعين مني حاجه وما فاهم قصدي. اوكي. هل كان في ناس فعلا من ضمن الناس، مش كل الناس، من ضمن الناس مركزين معاك فعلا ومتوقعين منك حاجه؟ كان في طبعا. وبعدين ادركت ان اي واز لاكي اصلا، او كنت محظوظ ان في حد مركز معايا. مين بقى كان مركز معاك؟ اهل اصحاب معينين. اوكي. كانوا متوقعين؟ لا ما هو دي الفكره بقى، ان انا كنت بقى سوء الظن بتاعي بيقولوا انهم متوقعين مني حاجه. اوكي. انتوا عايزين هما كانوا بيساعدوك وخلاص. هما الحمد لله طلع انه ما حدش كان متوقع حاجه، كله بس كان قلقان عليا من هزقه دي يعني، اللي هو لا احنا عايزينك زي ما انت، مش اوكي تثبت اي حاجه. طيب انا في قعدت كتير انا اكتشفت في يوم من الايام ان انت مهندس. صحيح. هل دخلت هندسة عشان ابوك اجبرك انك تدخل هندسة؟ ما اجبرنيش خالص، هو بس كان في اكسبكتيشنز ان انا ابقى مهندس. اوكي. وانسلي انا نفسي شخصيا كنت بشوفها ان هو. ابوك مهندس؟ صحيح. مهندس ايه بقى؟ استشاري مدني. ايه ده، ابويا برضو كده بالظبط، استشاري مدني. ايوه. وانا دخلت انشائي مدني برضه. اوه لا ده انت تحب ابويا قوي، هتقعدوا ترسم. انت بتقعد ترسم بقى الحاجات ومش عارف يعني ايه. كنت بحب الرسم، بس انا في مرحله معينه كده ادركت ان دماغي ما بتحبش الارقام قوي. بحب يعني بعرف احسب جدا، اوكي، شاطر في الماث، بس ما بحبش الارقام. دايما بتترجم قدامي مشكله او معادله. انا احب الارقام قوي. وانا رجعت دلوقتي اللي هو ابقى مدرك شويه كده لاهميه الارقام في الحياه وبتاع، بس على ليفل سهله اكتر منه ان انا بحل مشكله. يس الماث بتاعت كل حاجه، مش لازم الماث حتى اللي هي الارقام، اللي هو لا اللي هو الماث المنطقيه. في النهايه المنطق جاي من الرياضه، المنطق جاي من الفلسفه. مظبوط. الفلسفه هي اللي عملت الماث. هو تقريبا الرياضة هي الحاجة المنطقية اللي تشوف 1 زائد 1 بيساوي مش 2 بقى، ما انت تتعمق شوية. ايوه ممكن تبقى 1 ده دايما رقم تقريبي، بس اجمالا يعني اللي اثار اهتمامي بس طبعا هندسة مش كده بس. يعني هندسة مش كل المشاعر اللي احنا بنجردها في قد ايه. انا عايزك تحكي لي عن بص بصراحة أنا دخلت الأكاديمية اللي دخلتها علشان التأجيل الدراسة والحوارات دي كلها. ودخلت متأخر وأنا كبير شوية، أكبر من كل العيال اللي موجودين، أكبر سنا. فأول ما دخلت يعني لأ أنا مش هعيش الحياة اللي انتوا عايشينها دي. هل انت دخلت كلية في الوقت العادي، في السن العادي؟ أنا اوريدي في الكلية كنت شغال، كنت بكتب يعني، كنت بكتب على النت يعني بطور نفسي بشكل او باخر. كنت شغال فعلا في حاجات ايام الكليه، فكان بالنسبه لي عايش دبل لايف كده. وبامانه الكليه على مرهقه زي اي حاجه في الدنيا، بس ما كانتش يعني. اول يوم في الكليه لما دخلت حسيت بايه؟ حسيت انا مش فاهم حاجه طبعا. ما كنتش يعني، اولا انا جاي من تعليم عربي، كل حاجه بالانجليزي، وانا كويس في الانجليزي مش مشكله، بس يعني كان فجاه اللي هو يعني ده شفت اللي هو مش فاهم حاجه برضه. في حاجات محتاج تورينت نفسك، انت عارف ان اسمها ايه كذا، هي اسمها كذا هنا دلوقتي. اوكي يس فاهمك. السوشيال انزايتي بتاعتي طبعا في التعامل مع انت بقى بتخش مسلسل تاني خالص.
في باور داينامكس جديده لازم تتعلمها، الدفعه اللي اقدم منك، الدكتور الشرير، الدكتور الطيب، الجود كابل باد كابل بيحصل، الشخص اللي في الدفعه اللي بيعمل كذا، الاركتايبس بقى. ده انت بتقول كلام مهم يا نهار ابيض. كمل كمل. لا 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 انا ده كنت بشوفها كده كنت مستمتع بيها بصراحه، يعني اللي هو فكره فكره يعني هو الكليه مجتمع العميد اللي هو ده باور فيجر كده، اللي هو العميد ده المفروض رايت شيس وتروح له في المشاكل، المعيد اللي هو كان طالب زيك وبعدين تشوف الانفليكشن بتاعه لما يتحول حد تحت ايده الدكتور، فاللي هو فجاه يجي له ايده كده بتاع ايوه اشطر منكم. ايوه. فبتقعد تتعامل مع كل الاركتايبس دي، وبامانه انا ثانكفول لكل التجربه، لان هي ما ورتنيش جانب واحد من القصه، لان انا كنت شاطر في الكليه، هو ده الغريب. استنى بس، كنت بتطلع بامتيازات وبتاع؟ كنت بطلع التاني على طول. اوه او كانت وكنت كده بس عشان انا زهقان. استنى بس معلش، يعني انت اتخرجت وتقديرك ايه؟ جيد جدا من مرتبه شغل. العب. نقابه المهندسين كانت بتكرمني كل سنه. انت بتتكلم بجد؟ اه جامعة ايه طيب؟ مدرسه المطريه كانت شغاله. عايش يا ابني. كمل يا سيدي، سوري قطعت كلامك. هو بس يعني انا بس محتاج اشرح ان انا ما كنتش بعمل ده عشان انا اقوى منه او احسن منه او كنت بعمل حاجه زياده، بس اللي حصل ان انا كشخصيه يعني لما حاجه بتضايقني بعملها صح. انت حسيت ان كلامك فيه عنطزة؟ بشكل او لا، اللي هو كان فيها اللي هو انا كنت قاصد اعمل كده. لا لا لا، بص بقى اوريك العنطزة. انا يا سيدي انفورميشن سيستمز، فدخلت هي محاضرة واحدة بس اللي انا فاكرها، واعتقد ان هي محاضرة واحدة بس اللي انا حضرتها، او في محاضرات تانية كده لكن مش لا تذكر. تمام. بس ده عشان انت ده اول يوم اروح، اول يوم احضر، و اول يوم ادخل افهم بقى الدنيا ماشيه ازاي جوه. انا كنت فاكر نفسي مش عارف ايه اللي ما ينفعش يدخل يدرس وبتاع، انا كبرت على الدراسه بقى، فاهم؟ ففي واحد صاحبي يعني بص هو عمل الحركه دي قاصد. اتصل بيا قال لي يا عمر، هو اللي كان المسؤول عني في الكليه دي، في امتحانات اعرف ان في امتحانات منه، فاهم؟ اتصل بيا قال لي عمر في محاضرة دلوقتي مهمة جدا، الدكتور اداها مش عارف امتى، وقال اللي ما حضرهاش نجيبه، يعني بلغوهم عشان ييجوا. بوينت في مستقبلك. المحاضرة دي لو ما حضرتهاش بص هيفوتني كتير جدا. فقلت له طيب انا جاي، انا كنت ساكن جنب الاكاديمية، كنت بستعبط يعني مش عايز اروح عشان مش عايز اروح بس. فرحت دخلت اول مره ادخل بقى المكان، جميل جدا، مكان حلو جدا، بطوط جدا، وتحس الناس شكلها بطوط كده وكله مبتسم والحياه حلوه، فاهم؟ وواقفين بقى بطابيط كلهم واقفين قدامي كده، ناس يعني بتفلورش يس، تحس كده ان في زهزهه فعلا في البتاع. كويسين اجتماعيا. بصيت من بعيد لقيت مجدي واقف، هو اسمه مجدي. سامع مجدي؟ انا فاكر القصه، انت عملت فيها موقف. خلاص بقى يعني. المهم لقيت مجدي واقف مع شويه ناس صحابه، وقفت معاه شويه قلت له قال لي انت تدخل بقى المدرج ده، وشاور لي على المدرج بحيث ان انا ادخل المدرج ده. طب انت مش تيجي معايا؟ لا انا حضرت الاساسيه. هو لعبها في دماغه، هو فكر طب عمر لما يقول لي انت مش هتحضر معايا المحاضره هقول له ايه؟ هقول له ان انا حضرت المحاضره الاولانيه فمش محتاج احضر الثانيه. لعبها صح. ليه بقى؟ دخلت يا سيدي المدرج، اول مره اشوف مدرج في حياتي، كبير جدا كبير جدا، ضخم، محاضره كبيره رئيسيه، وناس كتير، ولاد وبنات واي حاجه تانية كتير موجود، مالين المدرج. فقاعد اشوف على اي مكان فاضي اروح فيه، لقيت مكان فاضي قعدت فيه، وفضلت باصص بقى في مكتب موجود على، يعني بتطلع شويه سلالم كده على حته عاليه بعيد، الدكتور يطلع عليها ويقعد على المكتب، ووراه في البتاعه بتاعه البروجيكتور، تمام؟ فمن باب اخر للمكان للمدرج دخل راجل، بص بوجي مان. البوجي مان. اول ما دخل المدرج كله سكت. يعني انت بتخاطر بسنه من حياتك في ايوه ممكن يسقطك
الراجل داخل هيبة مش طبيعية يا عمرو، هيبة مش طبيعية. فانا ركزت معاه، لا ايه الراجل ده، الراجل ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي حصل قدامي ده، ازاي كل الناس دي سكتت، عاملين دوشة مش طبيعية. فالراجل ماشي 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 وكلنا بصين له، ماشي ماشي وشايل لابتوب تحت دراعه كده، وماشي ماشي 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 لحد ما وصل على المكتب، قعد وصل اللابتوب بالبروجيكتور وشغله وطلع ماوس من المكتب، راح موصل الماوس وشفنا شاشة اللابتوب ظاهرة بقى على السكرين اللي ورا الكبيرة دي درجات. كتب الباسورد بتاع اللابتوب وعمل لوج ان. تمام، انا مستني بقى اللي هيحصل. السيرفر الراجل مسك الماوس وقال نحرك الفأرة ثم ننكر. انا سمعت الجملة دي بس. انت فاكر اللابتوب عليه الماتيريال؟ لا، ده اللابتوب هو ودني هو ده الشيء اللي انا بعلمه، ده اسمه لابتوب. بس هو عمل دخله ايبكس نازله كده فاهم من فوق ده في سنه مش عارف. ودني ساعتها عارف ما سمعتش اللي هو اوكي. وفي يعني جزء عضو حيوي مهم جدا من جسمي وقع تحت المدرج وقعدت ادور عليه بقى فاهم. كنت مسحول ساعه، يا نهار ابيض هعيش ازاي من غيره فاهم. وفجأة وانا سرحان بقى في الولا حاجة بدأ الصوت يرجع واحدة واحدة لودني، فبدأت اسمع دوشة من العيال اللي حواليا. هو الراجل اول ما بدأ يتكلم الناس بقى بدأت تتسهرى مع بعضها، فبدأت اسمع الدوشة دوشة 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 دوشة. وبعدين سمعت في المايك صوت الراجل ده بقى، صوت الدكتور ده بيقول ايه، اللي مش عاجبه المحاضرة يتفضل يطلع بره. انا سمعت الجملة دي طلعت جريت، يا نهار ابيض ايه ده. طلعت يعني فتحت الباب بتاع المدرج وطلعت قفلته، بصيت لقيت مجدي باصص وفي اي كونتاكت حصل. هو عارف ايه اللي حصل فيا جوه، هو عارف ايه اللي حصل فيا جوه. وابتسم عارف السميرك بتاعت السوبر فيلنز. بس يا سيدي يعني لا الدنيا عندنا كانت اهدى من كده. الدنيا عندنا كانت دارك كوميدي، ما كانتش دارك بس. وانا كنت واخد الموضوع لايتلي بامانه، يعني في النهايه انا عارف انه احنا جايين هنا كلنا نعمل التمثيليه دي. طب تمام، في النهايه انا عندي اسبابي ان انا هنا وبعمل كده، انا متستف معاه خلاص، اعمل كل الاكتس اللي انت عايزها يعني. كنت عايز اتعلم فعلا على الليفل الاجتماعي مش الليفل الاكاديمي. الليفل الاكاديمي احنا كلنا عارفين بيحصل في الجامعه، هو انت بتحاول تغش، انت بتنقل الاساينمنت يعني في النهايه قصدي وفي 2 3 بيعملوا حاجات مختلفه. يعني انت كنت باصص لها من السوشيال سايد بتاعها، كنت عايز اتعلم فعلا. واكشولي كليه هندسه علمتني كتابه بشكل او باخر. لا استنى بقى، احنا نرجع للبداية سيد عمرو فاهم. لفلفنا ونرجع تاني. احكي لي بقى بدأت تكتب امتى؟ بعد ما موضوع الكوميكس يعني بعد ESS والحاجات دي كان ابتدى اوريدي. هو انت كنت ايه في ESS بقى؟ يعني كونتنت كريتور، ما كنتش انت اللي عامل من المؤسسين وبتاع؟ هم اصحابي يعني. مين بقى المؤسسين؟ كريم سامي، انا عارف اسم كريم سامي. وحمدي. كريم سامي اللي هو IC. حمدي مكي. اوكي. مين تاني؟ مجموعة كبيرة يعني، مش عارف كل ما كان بيزيدوا يقلوا كأدمنز كريتور. شفتك انا مرة مع حمدي. ايوه حمدي. كان ايه بقى؟ لا عادي كان صاحبي. لا مش حمدي شخصيا. شفتك ليه يعني؟ اتقابلنا فين؟ ده بتاع ايه ده، بطاطس ولا ده صوت متركب مش لسه هتركبه مش موجود في البودكاست. في مرة انا فاكر ان اعتقد ان احنا شفنا بعض مرة بس مش فاكر فعلا الكونتكست. anyway المرة دي اللي اكتشفت فيها حاجة كده، اكتشفت فيها ان انت مهندس واستغربت جدا. فانا عايزك تبدأ لي بقى، بدأت كتابة امتى وايه اللي خلاك مستمر في الكتابة لحد دلوقتي؟ بدأت كتابة لما اكتشفت ان انا ممكن اكتب، وان الايدج بتاعت الكوميكس كانت كتابة اصلا، ما كانتش لان انا ما كنتش بعرف اعمل لها ايديت حلو. سوري يا عمرو، هو بيبيع ايه تحت؟ هو قال حاجات كتير مش موجه الكلام لينا تمام. اوكي. بداية الكتابة
بدايه الكتابه زي ما بقول لك بعد موضوع الكوميكس ده، الايدج بتاعت الكوميكس كانت الكتابه والجوكس، ما كانتش الفيجوال سايد اوف ات قوي. الفيجوال طبعا بيزود ليه، هو اليمنت مهم. اوكي، انت ادركت الحقيقه دي على طول. لان انا الكتابه بقى كانت بتحصل في دماغي قبل كل ده. كنت بتسال على الكتابه البروفيشنال كونشس اللي انا بعملها، بس كان في قبل كده انا طول الوقت بكتب في دماغي. اوكي، مش يعني بسرح صراحه. يعني ايه بتكتب في دماغك؟ اشرح لي. يعني بعيش كاركتر تاني في دماغي بيتحرك في السب كونشس كده وبكتب له الخطه، لكن مش اللي انا بعمله طب لا معلش بعد اذنك، 3/10 يا قوطه صح؟ يا بلاش يا بلاش. انت كنت بتكتب في دماغك، بتتخيل كاركتر وتعيش حياتها صحيح في دماغك. صحيح. لا احكي لي بقى، يعني دلوقتي لو احنا بنعمل فيلم عن قصة حياة عمرو سكر، انا صور الفيلم ده ازاي؟ انت شايفه ازاي؟ المشهد ده بتاع عمرو سكر وهو بيفكر في كاركتر وبيعيشها في دماغه، هيبقى مشهد كوميدي لان هو قاعد عادي في الاوضه بيعمل حاجه منطقيه جدا، او بيتمشى في الصاله من غير صوت، بيتمشى بس عشان هو الكاركتر بيتمشى. اوكي، بيتمشى في الصاله. انت بتعمل ايه؟ مش كان عندك كام سنه لما لاحظت انك بتعمل الحوار ده؟ يعني انا حاولت الاول استعمله، ما حاولتش افهمه، انا حاولت استعمله في الكتابه اللي انا عايز اطلعها في حاجه. ده لازم يطلع دلوقتي. اوكي، لازم يطلع من السيستم في حاجات كتير قوي. بعد ESS رحت واخد الحوار ده. ESS كانت بيرسونا حلوه ان انت بتحطها في شخص تاني. الكوميك ده هو فرصه انه الكاركتر اللي انت راسمه في الكوميك ده هو هيقول اللي انت هتقوله. فلقيتها كده اللي هي دي طريقه دلوقتي ان احنا اللي انا بقوله ده، بس مش انا اللي هقوله، انا بقول ماي اوريجينال كاركتر دازنت ماتر في الموضوع ده. انا اللي اسمه حسام في دماغي ده هو المهم اللي انا عايز اطلعه، عشان هو هيعمل تصرفات ممكن اكون انا ما بعملهاش. يبقى شجاع شويه، ممكن يبقى دمه خفيف. هل القصص اللي بتكتبها على فيسبوك دلوقتي في الفتره الحاليه دي بيبقى ليها كاركترز موجوده في دماغك ولا بتكتب كده وخلاص؟ ما بحاول، يعني مش هعرف افسر لك الموضوع بيجي ازاي. البريمس كله بيجي في دماغي لحظه. اوكي، تكايه واحده. اللي هو واحد حصل له كذا او بيحصل كذا وواحد قرر انه كذا. يعني ببدا البريمس باحداثيات كده، زمان ومكان وظرف بيحصل. وبلعب على الحته ان الناس عارفه كليشيهات معينه في الكتابه فبكسرها. اقول لك بصراحه يا عمرو، بص يا سيدي، انا كنت بقرا يعني شويه حاجات من اللي انت كنت بتكتبها زمان. زمان مش دلوقتي. بس مؤخرا هقول لك ليه بطلت، علشان لقيت كل الناس بتكتب فورمات طويل قوي وقصص وحشه جدا. ما دي يعني لا، هي جت فتره موضوع ان انت تكتب سكتش على فيسبوك ده كان كل الناس كتبت، مش قادر. في العاب فيها اتهرشت، يعني في العاب فيها الناس كلها لقيت ان هي ممكن سهله. اكتر حاجه اتهرشت كانت الديكونستراكشن. الديكونستراكشن دي لعبه واحده من العاب كتير، اللي هو واحد يقابل واحده فتقول له ممكن انا بحبك، فيقول لها تحبيني ليه، وبعدين نتجوز، وبعدين نخلف، وبعدين ما اعرفش اصرف عليك. ده سكتش انت بس اقعد اكتبه عادي، وبعدين اخد الشيك في الاخر. موقف عادي خلاص، اللي هو اقول ما حدش بيتكلم كده، بس هو بيتكلم سب كونشس. ده ديكونستراكشن، هو موقف عادي جدا في الحياه، انت مش هترد عليه بالطريقه دي، بس هتطلع الرد الصحيح الصادم المنطقي، فالناس تشير، لان هي بتفيد في كل المشاعر دي. يس. لما المعادله دي اتهرشت كان في فتره انا فاهم قصدك، كان الناس كتير قوي كانوا هي لعبه مش رجعت انا بقى لان انا اقرا تاني. فبتمر عليا القصص بتاعتك على فيسبوك، اوبا انت بتكتب حاجات عظيمه. بص اهو ماسك الطبله اهو. مش عايز اقول اللفظ الاخر علشان امي، بس انا بس لازم نوجه التحيه لامي. اقول لها ازيك يا طنط. بتكلم بجد. سلم. ايوه سلم. عمرو سكر يا ماما، واحد من العباقرة اللي عايشين معانا على الكوكب.
عاجبني البيرسونا ان انت عامل البودكاست دي للبيت. عاجبني البريمس بتاعها. بص بصراحة أمي أكتر واحدة اكتشفت بقى الموضوع ده. أنا كنت مغفل، كنت مغفل حرفيا. كنت اللي هو عيلتي مين؟ لا ولا حاجة، دول أنا أهم واحد في المش عارف إيه. وبعدين بدأت أركز معاهم. فترة المراهقة العادية. أيوة، أنت فترة المراهقة دي قعدت معايا فترة طويلة قوي، أكتر من لازم. فرجعت بقى الحياة تاني، لقيت اوبا دي امي شخصيه عبقريه. قعدت اعمل معاها حلقات في البودكاست. نايس. هم عامة انت بتقعد يعني هم مهرة في ان هم يبقوا صح في الاخر. ايوه. اللي هو انت بص هتعيش وتلف دي تلف سنين. طبعا. وهترجع تاني هتقول انت كنتي صح، ماشي يا ام. هو احنا تعيش عليا الدور انا. المراهقة كلها انا يا نهار ابيض. المراهقة كلها ريبيليون حتى على الاكسبيرينس. اللي هو لو واحد عنده اكسبيرينس اكتر بغض النظر انت متفق معاه ولا لا في الموضوع ده، انت بتقيسها ولا انت مش زي. فمهما كانت الاكسبيرينس اللي انت تعرضت لها مش صح. فهنا انا ادركت الموضوع ده ان فعلا الشخص الاكبر منك هو فاهم عنك بغض النظر هو فاهم ايه. انا بقول ان هو شايف اكتر عنك. فكده كده انت لو انت شخص ذكي المفروض تعامله كداتا سنتر عادي جدا زي اي حاجه. عايش فاهم عنك او لا، ده هيفضل برسبكتيف للابد. هي الفكره دي يعني انا مش قصدي المصطلح نفسه اللي هو الفهم. صح. anyway. فانت يا سيدي كنت بتلفلف وبتعيش قصص الكاركترز في دماغك، ودخلت في ESS وطلعت من ESS وبدأت تكتب بعد ما فهمت حوار لا الكتابة ده موضوع كبير. مظبوط. واستخدمت حوار انك بتفكر في الكاركتر في الكتابة. بدأت تكتب على فيسبوك. ويعني كانت بدأ الناس بقى تبقى عايزة مني فيديوهات. بدأت تكتب لفيديوهات. اللي هو كان في يعني ناس بقى اللي هي عايزة تعمل سكتشات. وبصراحة كان في فترة كده كانت في الميديا بيبقوا عايزين رايترز كوميدي وبتاع. يعني بتبقى فرصتك انك تجي تهت هانتد يعني بشكل او باخر. اوكي. ولا ده بيكتب كويس خده معاك في ورشه. فانت قعدت تكتب دخلت ورشه. كان ورش تعليم كتابه ولا ورش كتابه حاجات. اوكي على طول. ما رحتش انت ورش تعليم كتابه الجو ده ولا رحت؟ والله كان نفسي اروح بس انا اصلا عملت الموضوع سهل في الاول. وانا مؤمن جدا بالاكسبيرينس الاكاديميه وكل حاجه. بس انا طلعت مني كانت مريحه اكتر بكتير. يعني فاهم قصدي؟ ما هي طلعت مني كده يعني. انت هتشوفها حلوه او وحشه ده موضوعك. ملتزمه بانهي رخصه في الدم. بس انت بتتكلم صح يعني. دايما ومهمه برضو التكنيك. يعني التكنيك المهم تعرفه وبعدين تقرر تطنشه. مظبوط. استنى، انت قريت كتاب ستوري بتاع روبرت ماكي؟ اوبا اول جمله في الكتاب ده حاجه كده اللي هو اتعلموا ورميه في الزباله. يس ده جامد فشخ. الجمله دي خلتني اقرا الكتاب ده كله. صحيح. لان هو بيقول لك في النهايه دي وجهه نظر ده التمبلت ما حدش بيختلف عليه. بس ممكن حد يخرج عنه عادي جدا. يعني هو مظبوط. خصوصا في الارت لو احنا هنبتدي نبني الصوره قبل ما نشوف هنعمل ايه. الصوره بالخيال الناس يعني. بص دايما بشوف الحوار ده ان بيبقى حد مش عارف اصلا ايه اللي بيحصل، ايه اللي هو بيعمله ده، بس بيعمله فبقول عايش. وبعدين اجي اتناقش مع الشخص لا مش عايش خالص. بص في دايليما بتاعت المجتهد والموهوب. الاثنين بيوصلوا بشكل او باخر لحاجات. ممكن الاثنين ممكن يعملوا حاجات حلوه. هل انت فاكر ان الموهبه دي حاجه موجوده فعلا حقيقيه؟ هي الموهبه بالنسبه لي ترجمتها ان انت بتطلع حاجه روح تشتغل او تنفع. اوكي ماشي اتفق معاك. لو ما اشتغلتش هنا irrelevant يعني. يس الموهبه انت الموهبه ده كونتكست. انا اللي بقول ان انت موهبه. كلنا كنا بنعرف نكتب كانتش هتبقى موهبه. مظبوط. وثيوريتيكلي نظريا ممكن اي حد يقعد يالف قصه يعني. مظبوط. ممكن اي حد ممكن يقعد يقول لك فلان وبيحصل له كذا عادي جدا. بس وات از ارت والناس شايفه ايه مش انت شايف ايه. فلما كسرت الدايليما دي استنى معلش مش هعدي الحته دي. الناس شايفه ايه مش انت شايف ايه. انت بتعمل حاجه وبتركز مع راي الناس.
لا بس بقول لك ان هو ده الشيء اللي بيدي كونتكست للارت، مش أوكي. مش الارتست. اوبا لا انت كلامك تقيل وبتعرف تتكلم وزنه، وبترجع تقول لي لا انت ما خدتش بالك من الحته دي. عاش لا انا بقول لك عاش. بالظبط، هي مشكلتي في اللغه فبحاول عاش اوبا، ورحت في حته تواضع ومشكلتي في اللغه. يا لا 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 لا, لا. انت كاركتر مش سهل، فهمت ان انا قاصد انت كاركتر مش سهل. ماشي. فيا سيدي انت بدات كتابه على فيسبوك وبعدين سكتشات وحوارات وبعدين بدأنا بيه بعدي. كنت عايز اكتب للسينما والتلفزيون يعني شويه تجارب وبحاول. ايه بقى التجارب؟ لا احكي لي، ما انا ما اعرفش حاجه يا ابني. انت كتبت ايه؟ يعني بتاع الانابيب. ما الناس محتاجه انابيب، مش عارف جايبين بطاطس. بص انا عندي انا عندي بوتاجاز هنا محتاج انبوبه وانا مش هشتري انابيب. مش يعني لازم طبعا، علشان اللي بيحصل ده، علشان التخبيط على الانبوبه من وانا عيل صغير. الراجل ده انا بكرهه بكرهه كره شديد من قلبي. اسوأ طريقه انه يقول لك ان معاه انابيب بيخبط على الانبوب. فانا مش هشتري. انا بص لا انا سايب. بص البوتاجاز ده مش هيشتغل بقالي هنا 6 شهور مش هشغله. هو انا جايب شعله كهرباء بس انا مش هجيب انبوبه بسببك. ايوه عشان احكي لي احكي يعني الامبيانس الصوت بتاع القهوه. احكي لي. عملت برنامج اسمه على القهوه هتعمل اصوات زي كده اصلا. احكي لي التجارب اللي انت خضتها سينما وتلفزيون ومش عارف ايه والكلام ده، عشان انا ما اعرفش وعايز اعرف. تمام بس من وجهه نظر يعني احكي لك عن عملتها ازاي يعني. لا احكي لي ايه الحاجات اللي انت عملتها اصلا. ماشي. لهفه مسلسل بتاع الدنيا سمير غانم. اوكي كان بيتكلم عن ايه لهفه ده بقى؟ اتفرج عليه ولا ما اتفرجش عليه؟ حلو. ما شفتوش والله ما شفتوش. اوكي ما اتفرجتش. انت كاتب سيناريو حوار. بحب ما اتفرجش على اللي انا عملته عشان محدش يسالني الاسئله دي. ايه تاني غير لهفه؟ ده رايك ايه تاني غير لهفه؟ كنت بكتب في برنامج SNL بالعربي كذا موسم. كتبت فيلم اسمه عندما يقع الانسان في مستنقع افكار، اسم طويل كده تلاقيه. هو انت اللي كاتب الفيلم ده؟ مظبوط. انت بتتكلم بجد؟ والله عايش. انا ما اعرفش حاجه عن الفيلم غير الاسم بتاعه عندما يقع الانسان في مستنقع يعني كان افكار مش عارف ايه. الفيلم ده بطوط ولا مش بطوط؟ يعني اتفرج على الحاجات اللي انت بتكتبها ولا انساها؟ انت اللي بتحدد مش انا يا عم. ما تردش عليا رد فلسفي منطقي مش عارف ايه. اصل انا بجد بعملها لنفسي يا ابني. انت مش بكلمك كصديق يعني. هتركمند الفيلم ده؟ ماشي تعالى نبقى نتفرج سوا يعني. اوبا اتفرج على عندما يقع الانسان في مستنقع. تمثيل مين عندما يقع الانسان؟ فتحي وسلام ومحسن منصور فتحي احمد فتحي محمد سلام. اوكي. بيومي فؤاد. اخراج مين؟ شادي علي. شادي علي. مين شادي علي؟ مخرج هو اللي كان عامل رجل عناب. اوكي. من تانية كتير. اوكي. ويعني كان فيلم لذيذ جدا. انا بصراحه بستمتع بيه يعني. مفيد يعني انت اتفرجت عليه؟ كنت مستمتع بكتابته يعني. طيب بص اصل في النهايه بجد الحاجات دي هي معموله عشان اخد راي الناس فيها، مش انا اللي اقول رايي فيها، لانه كده ابقى انا بشتغل نفسي. ما تحبش تشتغل نفسك؟ المهم يعني بيني وبين نفسي مش بيني وبين الناس. اي اصعب حاجه في الدنيا انك تبقى نفسك والناس كتير بتتفرج. تابعت وائل غنيم الفتره اللي فاتت دي؟ شفت له كام فيديو كده. في جمله كده بيقعد يكررها يقول لك the only person you cannot bullshit is yourself. كان برضو اسمه ديف شابيل كان بيقول نفس الجمله. The hardest part about is being yourself when a lot of people are watching. مش ان انت تبقى نفسك لوحدك، انت حتى قدام الناس موضوع يعني من الاخر نو بولشيت. ما تعملش كده معايا عشان انا ما ضحكتش عليك. اوكي. عايز افهم يعني ايه تجربه الكتابه كانت ممتعه في الفيلم ده؟ انه بتطلع من روحك مش من بريف، يعني انه ما حدش طالب منك ورقه بيضاء قدامك، ورقه بيضاء حتى عاجبه الفكره بتاعتك. انت بتحب فكره انك تخلق حاجه. مظبوط. صحيح. عندك جنون عظمه لسه. بنحاول مش
بتحس بالراحة النفسية لما فجأة تلاقي الورقة دي خلصت النهاية، لما تكتب النهاية؟ كنت، ودلوقتي بنبسط البروسيس نفسها. اوه، بس يعني مش النهايه دي ادعاء مني ان انا عارف اللي بيحصل، مش فارقه اللي بيحصل. اوكي. بس ايه بقى بتشتغل في ايه تاني يا مستر عمرو؟ زي ما انت شايف. تحكي لي بقى الشركة بتاعتك انت وهيثم. احنا عاملين شركه سيناريو. يعني بنحاول نقرب المسافات ما بين البرودكشنز والمؤلفين الصغيرين، الناس اللي عندها افكار. يعني ريبريزنتيشن زي اي كرييتيف اسوسيشن بره، زي ما المؤلفين بره عندهم ايجنسيز. طب اعمل دعاية طيب للشركة، اسمها ايه؟ بينج بونج. بينج بونج. الناس عارفة. الناس عارف يعني لو حد يا سمعني أنا ولد. عارف. ايوه لا يعني لو حد مهتم عمرو يسمع سكر يبقى بقى وبتاع. ماشي يا عم. لا خالص، بس لو حد مهتم بالشخص ده هيبقى عارف، وانا بقول يعني بس انا عايز بس احكي قصة هيثم شريكك. انا حكيتها لك خلاص، انا هحكيها للسادة المستمعين. هو بس حابب ما يبقاش ظاهر في الصورة. يعني هو تمام قصدي. يا نهار ابيض، احنا بنتكلم في حاجات خطر ولا ايه؟ بس هو صديقي يعني، وكان عايز يعمل، كان عنده الفكرة دي واتفقنا عليها. بقول لك ايه، هيثم هجيبه في حلقة. يعني هيثم مش عايز يظهر، هيظهر. لازم يجي في حلقة. الراجل ده عمل حوار عظيم يعني، عظيم بالنسبة لي، كان حوار تافه قوي. احكي لي يا مستر عمرو عن حاجة انت قلتها في النص وانا عديتها كده بمزاجي. انت قلت كان عندك سوشيال انكزايتي. ما زلت؟ يعني هو بدأ بالسوشيال ديتاشمنت، ان انا كده كده كنت مسؤول جوه دماغي، فما بعملش كتير مع الناس، والكتابة كانت طريقة تواصلي مع العالم الخارجي، ما كانش اللي انا بقوله او وجودي، او كنت بحب الناس اللي هو شوف انا كاتب ايه، هو ده الموضوع يعني، خليني في البابل بتاعتي. في جزء مني كان بيبقى عايز يدرك، يعني مدرك ان ده حاجه مش بمزاجي، ده الاركيتايب بتاعي، يعني هو ده شخصيتي. عايز لبانة؟ ممكن تدي. بس بص ما تمضغهاش في المايك عشان الناس هتنزعج منك جدا. فكان في سوشيال ديتاتشمنت، وكنت اللي هو يعني انا يعني الكتابه عملت لي ريليز، بس قبل كده كان كله سكوت يعني، او على قد السؤال، او ما كنتش بنخرط كتير اجتماعيا، يعني اصحابي قليلين نفس الشكل. وبعدين نفس الشكل حرفيا؟ مش حرفيا، لا كروح يعني. اوكي. نفس العيال اللي هم دول اوتكاست. اوكي. انا قعدت اتخيل اكتر من عمرو سكر واقفين جنب بعض. اتفضل. بعدين ادركت ان ده مشكله بعد كده، لان الكتابه علت ثقتي بنفسي شويه، لقيت ناس بتريد. ازاي؟ لا كمل. يعني لقيت ناس فاهمه اللي انا بقوله، فايه ده انا مفهوم. لما اتكلم بقى ايه المشكله، ما في ناس متقبله. فاحساس الايسوليشن ده ابتدى يقل واحده بواحده، ولا مش كل الناس مش فاهماني. الانترنت هو اللي عمل كده يا سيد عمرو. صحيح. هل انت لما اتولدت كان في انترنت؟ لا بس دخل عليها بدري. اوكي، يعني انت من الجيل بتاعي. ما هو في جيل اللي هو على اطراف الانترنت ده، احنا جيل اطراف الانترنت. يس. اوكي. يرضيك اللي بيحصل في النت ده، يرضيك اللي بيحصل في النت ده. ستارلينك هتدمر اللي بيحصل ده. انا مش عارف بصراحه كقوه نت، يعني كده استعمالي اصلا قليل، فما عنديش يعني، مش جيمر، مش ما بتعملش حاجه اونلاين. يعني بكتب بس، الكتابه ما بتسحبش. اوكي. لا انا بسحب، انا احب اسحب لي 100 جيجا في اليوم. انتوا مالكم بقى؟ اسحب اللي انا عايزه. كان زمان في انليمتد، مش عارف ليه لقوه بصراحه. الاسباب كتير يا سيد عمرو، غير طبعا ما فيش حاجه في الحقيقه اسمها انليمتد، هو بيبقى في كاب كده في كاب. انا ما كنتش عارف ده بقى، بيشتغلونا. لا ويحاسبني عادي يعني. انا عايزه يعمل يعني اعملها عداد، اللي هو انا خدت ايه حاسبني عليه في الاخر، ده يبقى احسن بكتير. بس هو بندوت حوارات غريبه جدا. وبعدين يقلل لك السرعه، وما عندكش اوبشن غير ان السرعه تبقى. ايوه السرعه بتقل. يعني مثلا انت عارف، انا افهم السرعه تقل دي لو هيقللوها حاجه ادميه. لا ده هو مش قفل على صباعي. استنى، ده هو مش قفل على صباعي،
بس لا، ده قفل على صباعي وساب الباب قافل على صباعي. جاب لي انترنت بطيء فدخلني الويب سايت بس ما عملوش لود، فانا قاعد مستني. انا دلوقتي في حالة نفسية اسوأ بكتير من لو كان قطع عليا النت على طول. انا بحس بس عشان لو انت كنت بتبعت حاجه في مواقف انت ما بتتخيلش نفسك فيها عشان انت قاعد عادي، بس تخيل لو انت بتبعت حاجه ولا في مكالمه الموضوع. فدلوقتي يا سيد عمرو انا محتاج اجابتك على سؤال مهم جدا. السؤال ده سيد عمرو هو اللي بيخليني ابص للشخص واقول اوه ده كذا، الاند جول بتاعه كذا. انا بحب قوي ابقى عارف الاشخاص وعارف الاند جولز بتاعهم، بحيث ان لما الشخص ده، لو الاشخاص دول بقوا مقربين في حياتي، الفكره ايه؟ ابص على الموقف اللي هو بيعمله، والموقف اللي هو بيعمله ده لو هو موقف غلط قدامي دلوقتي اعرف افتكر ايه الاند جول بتاعه. هل الموقف اللي بيعمله ده بيخدم الاند جول بتاعه ولا لا؟ علشان اقدر افكر هل الشخص ده محتاج مني حاجه ولا هو بيعمل حاجه الصح وانا شايفها غلط. فانا عايز اعرف يا سيد عمرو الاند جول بتاعك. ما اعرفش بصراحه، يعني اعتقد ان انا لو قلت اند جول من دلوقتي هبقى اوريدي قللت الاوبشنز بتاعتي. انا مش عايز امانيفست ده، انا عايز ابقى كسب، مش عارف يعني بلعب. قول لي اكبر جول من الجولز اللي موجوده. والله اكبر جول كان ان انا اكتب حاجات. فمين هو عمرو كده كاتب بقى وبتاع لازم اقول له الكلمه بالظبط. وانا والله بجاوبك، بحاول اجاوبك بالظبط. انت بس عايز توصل لحاجه يعني ملموسه، مش ملموسه. بص يعني الفكره ايه؟ مش ملموسه خالص، مش ماديه، مش اي حاجه، ممكن تكون اي حاجه. فاهم قصدك؟ انا اعتقد ان انا هناك، ما هي دي الفكره. يعني هو الاند جول بتاعك لو كان ان انت تعمل اللي انت بتعمله وانت مبسوط، ما عندكش ريزنتمنت، ما عندكش توقعات، اعتقد ان هو ده الاند جول في المهم. فانت وصلت له فعلا. هو ما كانش في حته بعيد، يعني لو انت كنت عايز تكتب يعني بس تكتب وانت مبسوط. الانبساط ريلاتيف، يعني هل تكتب وانت مبسوط انت بتتخيلها في دماغك بطريقه. انا انبساطي يعني عندي حاجات معينه كده لو موجوده كرايتيريا معينه، خلاص اللي انا مش عندي دلوقتي ما اعرفش هيبسطني ولا لا. فما ينفعش اقول لك انه لو كان كذا كنت هبقى مبسوط، كنت هكتب وانا مبسوط. لو هكتب وانا مبسوط هو ده اللي هيخليني اكتب، يبقى ما اكتب. هل انت دلوقتي في حالة او في فترة ان مفيش حاجة خارجية بتأثر على انبساطك؟ اكيد في، يعني احب ابريتش عكس ده واقول ان انا يا رب يعني دايما ده في حد ذاته على فكرة جول يعني، بس ده ملوش علاقة بالكتابة. يعني هو انت مفيش حاجة خارجية، يعني حتى حاجات المنغصات كده بيبقى اللي هو ببص لها طيب هل ده مسؤول عن انبساطك؟ تخيل واحد ضايقك او يا سيدي اذاك، في عندك هنا سيناريو من اتنين: يا انت مش قادر تلجه ان هو اذاك، وانت قادر تلجه ان هو اذاك. الفرق بينهم ايه؟ حاجه اسمها الايجو. فانا الايجو بالنسبه لي لما بمسك في اي حاجه تضايقني بحس انه انت بس عشان حاسس ان انت كان يبقى ممكن يبقى في سيناريو مختلف، بس هي حصلت كده دلوقتي. انت مش بتكتب ده، هو ده اللي حصل. فما ترجعش تحاول تاذي نفسك عشان ده ما حصلش، هو كانت مكتوبه كده من الاول و it should have been like this. انا ببتسم ابتسامة كده. ليه بس؟ عشان انت بتقول كلام يعني عظيم جدا. لا بصوا، زي ما قلت لأمي من شوية، عمرو من افشخ الناس اللي عايشة على الكوكب. يعني كل اللي بقوله لك ان انا بحاول اوصل. مش مهم انتوا سمعتوا الكلام اللي بيقولوا عامل ازاي. الكلام مش حاجة بص يا عم موافق. يعني في يوم من الايام انا ما بعرفش على فكره اسمع كومبلمنتس، هي دي الفكره يعني. بص في يوم من الايام يا عم كومبلمنتس بتاع في يوم من الايام بس في يوم من الايام ايه، في يوم من الايام يعني اسم عمرو سكر هيبقى اسم تقيل جدا 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 جدا. مش تقيل على مستوى السوشيال ميديا او تقيل على مستوى مش عارف، هيبقى تقيل، هيبقى الناس عارفه اسم عمرو سكر. والله انت لما يجي اليوم ده مطمئنه قوي. لما يجي اليوم ده بقى بص الناس هترجع تسمع حلقة البودكاست دي. يعني في واحد دلوقتي من المستقبل بيسمع حلقة البودكاست دي عشان يعرف ايه عمرو سكر ده. هو دخل كتب على يوتيوب عمرو سكر وفضل ينزل في السنين لحد ما جه البودكاست ده. انت متخيل الدوكيومنتري اللي بيعملوا عني كمان؟
انت متخيل ان احنا دلوقتي في الماضي يا عمرو؟ هو كل حاجه حصلت كده كده يعني. يا انت بتبص للزمن على انه حاجه لينير، حاجه لا كده؟ طبعاً مستحيل. لو كان حاجه لينير هو اصلا مش حاجه حقيقيه عشان يبقى لينير. لا قول لي يعني ايه الزمن مش حاجه حقيقيه؟ يعني ده كونستراكت انساني. انت يعني مظبوط. يعني انت الزمن هو انت بتراقبه مش بتقيسه. تمام. انت بتشوف ان حاجه اتحركت من نقطتين، فانت بتقول ان هي خدت وقت. مظبوط. من كميه وقت معينه. طب نقول لها انا بقول كده مش من منظور علمي على فكره. ما هو انا فاهم انت بتتكلم ازاي، بس هي الفكره ان الزمن هي وحده قياس نسبيه. يعني مش اللي هو ده كيلو ده كيلو، هي اتفقنا على ده. هي الفكره ان هي وحده قياس نسبيه بالنسبه لكل الناس اللي عايشين على الكوكب، فاهم؟ فاحنا متفقين عليها، يعني نسبيه هتختلف بقى عند الكائنات التانية. بقول لك انت لو انت يعني هقول لك حاجه. طب ما الكلاب مثلا ما عندهاش كونسبت الزمن، بس عايشين داخل وحدة القياس دي. يعني احنا نقدر نقول ان الكلب ده عمره 7 سنين. انت حددت كده عشان انت في من انت حطيت نقطه عند ترتيب جزيئات معين. الحياه كانت عامله كده والكلب ده كان صغير، ده ترتيب الجزيئات. انا فاهمك. بعد ما الجزيئات اتغيرت مقدار معين وبقى عجوز ودلدل ومش عارف ايه وهيموت، فده عمر الكلب. تمام. لكن هل هو انت طلع قد ايه؟ طلع كذا. قعدت شغلت ساعه وقررت ان دي الثانيه ودي الدقيقه، هنقيس زي الشبر. هي الفكره ان الوحده في حد ذاتها، يعني الساعه 60 دقيقه ومش عارف ايه والحوارات دي انا مش مهتم بيها، بس انا مهتم بالزمن كوحده قياس. لايه؟ لوجودك، لولادتك وموتك، ايا كان المعنى بتاع الكلمتين دول ايه. صحيح. هو وحده القياس اللي موجوده. صحيح. بنستعمل. فاعتقد ان هي اهم وحدة قياس. لو هندي يعني ترتيبات، هي اهم وحدة قياس بكتير قوي، بسنين ضوئية، فاهم؟ السنين الضوئية مسافة. السنين الضوئية حوار. كام؟ 46 تريليون، لا مش تريليون، بليون. السنة الضوئية دي اصلا مسافة. هي لا انت مش متابع البودكاست يا عمرو. الحلقة رقم 69 فاهم؟ اسمها انا مهما كبرت صغير. قاعد بقى بشرح الحوار ده والسنين الضوئيه. بص يعني دخلت في ولا حاجه. لا هو في قصص كتير اتحكت عن الموضوع ده حتى في السينما والكتاب. سحله. انا احب جدا اللي يعرف يحكي قصه عن الموضوع ده ويحكيها صح، يحكيها والصح. انا عارف صح وغلط حاجه ريلاتيف. بقول لك ايه بقى؟ انت كمان نفس اللي لا انا فاهم قصدك بانها تتحكي صح. انت لو لانه الموضوع ده بالذات بيخليك متقبل لحاجات كتير. فلو ظهر في النص ان انت قافش مش هتسلك. يعني لو ظاهر ان انت بتقول للناس انا فاهم، دي مشكله لان انت مش فاهم. هو دي حلاوه الموضوع يعني. بص انا بعيش الدور بقى. انا فاهم بس بقول ايه؟ يعني كل الافلام الساي فاي اللي انا كنت مثلا اديك مثال عشان اشرح لك اكتر من قصدي ايه. لما بيتكلم في كونسبت التايم بينتهي عند انا مش عارف بدات فين وانتهيت فين. حدوته كده. تلاقي الافلام اللي بتعجبك مش تدكش ريفيليشن، بتديك بريمس. الحاجات دي حصلت، انت رايك ايه؟ مظبوط. كلمني اكتر عن الفهم. لما تكون فاهم في فيلم ساي فاي بيتكلم عن الزمن. يعني بتعتقد ان الموضوع مش مفهوم ومش هيتفهم ومش مش هي اي حاجه؟ هو في النهايه مشاعر. احنا مشاكلنا لغه. يعني في النهايه العلم هو لغه، زي ما الدين لغه، زي ما العربي لغه، زي ما الانجليزي لغه، زي ما الموسيقى لغه. مظبوط. كلها لغات. انا بحاول اوصل لك انا حاسس بايه. بحاول افسر من ناحيتي. انت تعتقد ان المشاعر هي اهم حاجه؟ حسب انت عايز تستعملها في ايه. هو بصفه عامه المشاعر هي اللي بتخلينا بشر. ده الخط الفاصل ما بين يعني
بس الحيوانات يعني عندها ما عندهاش مشاعر. ما عندهاش مشاعر بميموريز، يعني عندها مشاعر لحظيه. تفتكر؟ لان انت ليه كنت بقول لك يعني الكلاب الكلب لو انت سبته، ما اتكلمت ده قبل كده، لو انت سبته 10 دقايق وحرسته هيزوم شويه ويتضايق وبعدين يبقى مستنيك. لو جيت له بعد 5 سنين هيتحمس تيجي، لانه هو ما عندوش جلد، ما عندوش ريزنتمنت، ما عندوش الحته اللي احنا بنضايق بيها نفسنا، الاويرنس، الوعي بتاع انه ده فات فتره. تفتكر يا سيد عمرو، تفتكر الكلاب ما عندهاش مشاعر وحب مشاعر لحظيه؟ ده اللي انا لا مش لحظيه. انا عايز يعني الكلاب دي مش ما بتحبنيش حب ابدي وبتاع يعني بتحبك بس دون ميك ات بيرسونال، ان هو بيحبك عشان انت جود تو هيم بس. ليه تقول لي كده؟ ده بالعكس، دي حاجه انكونديشنال. لو انت شخص طيب وكويس، انا مش عارف اسمك، انا مش عارف. لا انا عايزه يعرف اسمي. ما هيعرف، بس هو بالنسبه له صوت. قصدي ان هو في النهايه مش بيقعد عمر انا بحبه، بس محمد اللي ما بيحبش عمر، هو مش بيريليت كده، هو صاحبه بجد. بس في كلاب، بص، لو في واحد داخل المكان والواد ناويلك على حاجه، هتلاقي الكلب بيزوم عليه، لان الكلب بيلقط طاقتك، مش لان هو شواف. ايه بقى الطاقه بتاعتي دي؟ الطاقه بتاعتك دي اللي هو انت اصلا حاسس ان انت مهدد بحاجه، في الكلب بيحس ان انت مهدد بحاجه، فلو بصيت له بعينك بس الكلب هيروح عليك. فاهم قصدي؟ ان هو لقط طاقتك. عشان كده تلاقي لو واحد صاحبه رخم، هو بيبقى كلب رخم. طيب وكيوت تلاقيه. تصدق يا نهار ابيض، حوار واحد بيكوبي صاحبه. بس برضو يعني ماشي قشطه كل حاجه، بس برضو الكلاب بتحبني وبتعشقني وبيتكلموا عليا. بص الكلاب اللي عايشه في الشارع اللي قدامنا ده بالليل محدش يقدر يعدي من الشارع ده عشان الكلاب ماسكاه، لكن انا اعدي عادي. كلاب تريتوريال، انا عندي عادي. مش بس كده، لا اي حد من هنا، اي حد من العماره دي ما يقدرش يعدي من الشارع ده. انا اقدر. ليه؟ عشان طاقتك انت متقبل ده انا بخاف من الكلاب جدا يا ابني. بس انت كويس، دي حاجه تانية. استنى بص، لما جيت هنا اول مره دخلت الشارع فلقيت كلب اسود ضخم بيهوهو، وانا كنت حاطط الهيدفونز، فالهوهوه بتاعته سمعتها، بس سمعتها واطي، صوتها واطي قوي. تمام. فاللي هو بصيت للكلب كده، انت بطوط جدا. قعدت بقى ابص كلب بطوط وانا عايز اجيب كلب وبتاع. فالكلب تحس ان هو ايه ده، بيوبريت على الشم اصلا، بيشم كل ده وانت بتطلع يعني افراز خوف، غضب، حب، بيحس بيشم كل ده. يعني هو حس ان انا حبيته، شم ان انت حبيته فسلم نفسه ليك، لكن هو ما عندوش. بس الكلب ده عمل ايه؟ قال لكل الكلاب التانية الراجل ده تبعنا يا جدعان. فانا يعني شم عليك كلب تاني هيبدل شويه بجد خيانه وبتاع. يعني ايه شم عليا كلب تاني؟ هم بيوبريتوا على الشم، وهو هم نفسهم ليهم ريحه وبيعرفوا بعض، عشان كده بيستعملوا في الكشف عن حاجات. انا عارف الموضوع ده. شم عليا كلب تاني، اللي هو كلب قعدت بقى فرحته تيجي فيا. بالظبط. اوكي، طب اتصرف ازاي في حاله الخيانه دي؟ لا عادي تطمنه يعني، هو بعد فتره. طب لو غسلت ايدي الريحه بتروح ولا هيشمها برضو؟ هي بتبقى على الهدوء. هو بص عنده هايبر، يعني اغسل قبل ما ادخل البيت، اغسل هدومي واجري. وانت ليه خايف منه؟ عادي عشان ما يتضايقش. بس مش هيتضايق عادي، هو بس لو شاف كلب تاني هيزوم عليه عادي. اوكي. بس هو لاحظ يعني، مش ما بقول لك هو مش هيحكم عليك يعني، هو بس هيشم ده بس مش هيتضايق. انت ليه بتتكلم على الكلب بتاعي اللي مش موجود بالطريقه دي؟ بقول لك ايه، الكلب ده عبقري الكلب ده عبقري وعنده مشاعر طويله الامد. انا مصدق. ممكن يكون بيوريك حاجه بيوريهانيش. بتحب الكلاب يا مستر عمرو؟ والله ما كنت زيك، ما بخاف من الكلاب جدا، وعندي تروما كده من كلب صغير جه ورايا زمان. لا احكي لي التروما دي عشان انا عندي تروما برضه. استني بص المدرسه كده الساعه 6 الصبح برضه، يعني نفس البريمس بتاع ان الكلاب صاحيه والناس نايمه فبيستفردوا باي حد نزل التريتوري بتاعتهم. بس وجري ورايا شويه، قعدت اصور بالشنطه. من ساعتها وانا عندي يعني مشاكل. بعدين عمري ما تعرضت لهم فيرست هاند، يعني ما كانش عندنا الحاجات دي. بيتس كمان ما كانتش اصلا كونسبت موجود في المنطقه. اوكي. انا عندي كان في كلب بالليل بقى، بالليل كان بيجري ورايا في الشارع. انا فاكر الموقف، كان بيجري ورايا في الشارع لحد ما دخلت العماره بتاعتي وقفلت باب العماره، وباب العماره كان حديد
ومبين اللي بره يعني مفتوح من حديد، اللي هو الحديد المفتوح ده على طول. ايوه يعني فقفلت الباب ورجعت لورا وبصيت على الكلب وهو بقى بيهوى عايز يدخل جوه يقتلني. انا عملت لك ايه يا ابني؟ الموضوع مش شخصي. فضلت اخاف من الكلاب فتره وبعدين ادركت الكلاب بطوطه جدا، بس الكلاب المسعوره دي يعني عايزين هو نعالجهم. انك بتتعامل مع التوستر بس قصدي انه انت تحس ان هو بيكرهك، ده مش حقيقي. انا لما وصلت القناعه دي تصالحت، وبعدين لعبت مع كذا كلب، يعني كسرت خوفي واحده واحده. والكلاب برضو موهوبه في انها تكسر ده عندك، تيجي تلعب معاك او تزنوني انت تبقى خايف في الاول وبعدين ايه ده ايه يا الكلاب كائنات بطوطه جدا يا. وهي دايما الحواديت انه تسعر وعض، انت كل قصصك شيطانيه عن محدش بيديك، خصوصا لو الناس اللي حواليك ما عندهاش بيخوفونا من الكلاب يا عمرو. اعتقد ان هم خايفين، ده مش جاي من شر، هو بس ممكن يكون واحد تعرض لتجربه وهي بقى متواليه، ما حدش فيهم تعامل مع كده. انت شفت جيم اوف ثرونز ولا لا؟ شفته. الديابه اللي فيه اسمه ايه، جوست وبتاع، اللي هو داير وولف. تخيل الكلاب جايه من الكائنات دي بقى. تعتقد ان احنا نقدر دلوقتي نربي ديب؟ والله لو استأنستوا، يعني في ناس بتربي حاجات اصعب، يعني حاسس ان هو بس يعني ما تعتقدش ان يعني فيها فشخه في الاخر اكلك؟ والله هو في الوايلد سايد دايما، بس يعني الوايلد سايد دي هي الوحيده اللي بتلعب في البرمجه اللي انت بتحاول تبرمجها. اصل حوار المشاعر اللحظيه ده ما لو موجود في الديب يبقى انا محتاج كل شويه ابين له حب عشان ما ياكلنيش. لا ما بتمشيش كده، هي بتمشي ان انت اذيته ولا لا بعد كده، يعني هو خلاص سيستم ان انت امان مش هتكسر. ممكن هو جعان، امان مش امان، هو جعان. هو العلاقه بتبقى انكونديشن، هو مش مستني منك الاكل، هو مستني منك الحب ده ممكن بيترجم اكل، بيترجم حاجه تانية. لو فجاه تفتكر كل الكائنات مستنيه من الكائنات الاخرى الحب؟ طبعا بشكل او باخر، معظم الخناقات اللي احنا فيها بسبب كده، كلها ما كانش كلها. يعني الحب هو اهم المشاعر الموجوده. صحيح. انا مقتنع بده يعني هي حل مشاكل البشر كلها حب، يعني مش قادريني شويه وحالم وبتاع تمام، بس يعني هتهرب منها فين؟ يعني هي بتتقال كده، لو انت مش عارف تاكسبت تقول تمام، بس هي بتتقال كده. انت بقى اي تعارض عندك مع ده بيبقى شخصي، بيبقى جاي من حته شخصيه بقى. لو ما وافقتش على الموضوع ده تكون ما تعرضتش لده، ممكن تكون مش حاسس ان في حلول تانية عشان انت بس شفت حلول تانية يعني. بس الحب في النهاية هو اهم المشاعر. عاش يا مستر عمرو، عاش. انا متفق معاك في الحتة الأخيرة دي تماما، وعندي اعتقاد ان المشاعر عامة هي اهم حاجة، ودي مسبباني مشكلة صغننة، ان يعني ما عنديش فكرة ان انت امك، بص مش انت شخصيا بس شخص امه ماتت، ذبحت ابوه واخته قتلت مش عارف ايه، ومأساة كبيرة جدا، والواد انتحر ومش عارف ايه، مش هتأثر خالص. يعني حاسس ان انا بسمع قصة عادي، وقصة عادي يعني شفتها قبل كده كتير او قريتها قبل كده كتير. فالمشاعر بالنسبة لي ان حد يوصل لي مشاعر، دي حاجة مش طبيعية، دي حاجة عظيمة. هو عامة في برضو الجملة الكليشيه بتاعت البعيد عن العين بعيد عن القلب ده مش بس بيسري على العلاقات، هو بيسري كمان ان انت ما شفتش الحدوتة، فممكن تبقى مجرد كلام. فانا بشوف ان انا ما حاسبش نفسي، ممكن اسمع حاجة تراجيدي فعلا وابقى اللي هو ما تأثرتش، مش عشان انا انسان وحش، بس عشان انا مش عارف اتخيل. دي مشكلة خيال، مش عارف احط نفسي مكان مش مشكلة خيال ان انت عندك مشكلة في الخيال، قصدي ان انا ما عنديش يعني لو انت قلت لي مثلا بدأت تتلبخ في الكلام بقى وتقول لي مشكلة خيال. انا اسف بس هشرح لك اكتر. مشكلة خيال. لو محمد ده هو الشاب اللي انت بتحكي قصته حصل له التراجيدي، محمد ده انت ما تعرفوش غير لو تعرفه، صح؟ محمد ده لو كان صاحبك كان هيبقى غير لو تعرفه بس. محمد ده لو كان اخوك وعمل كده في ابوك وامك هتبقى قصه رابعه. فالستوري تيلينج هو انت بتختار مقدار الانفستمنت عشان القصه تعجبك. قلت لكم عمرو تقيل، معلش انا صح من البدايه، انا كنت صح، بس الحلقه دي خلصت. لو اخترت كفايه تمام. فاهم قصدي؟ فما بحاول ما احاسبش. لا الحلقه خلصت فعلا.